السلام عليكم. النهارده بقى هقول لكم ازاي تعملوا البرازق السوري دي بطريقه تجنن بجد واقتصاديه جدا. يعني هنعملها بس بثلاث مكونات وهتطلع ناجحه 100% معاكم. بجد هتعملوها انتوا مستحيل تشتروها من محل تاني، وبطريقه سهله جدا وبثلاث مكونات بس، وبجد بنص كيلو دقيق بس انا عملت الكميه دي. وبجد ما شاء الله طالعه النتيجه تحفه، مقرمشة وهشة وطعمها يجنن. مستحيل تلاقوا الجودة دي والطعم ده في اي فرن او اي محل خالص. بجد طريقتها سهلة جدا، البرازق من الحاجات اللذيذة قوي والسهلة جدا. ويلا بينا نشوف الطريقة والمقادير. معايا هنا نص كيلو من الدقيق اللي هو دقيق مخبوزات، اللي هو دقيق زيرو. ومعايا هنا معلقة كبيرة من الكريم شانتيه. ومعايا 200 جرام من السمنة مش زبدة ومش زيت. هنقلب الدقيق والكريم شانتيه كويس، ننزل عليهم بقى بالسمنة بتاعتي كده. هنبتدي بقى نقلبهم كويس كده مع بعض، ندمجهم كده، يعني نبسهم. انا عايزة اخلطهم كويس ببعض. هايل قوي. انا هبتدي اقلب، عايزة اغلف السمنة بالدقيق كله. هي هتاخد منكم وقت ومجهود، بس بجد النتيجة هتبقى مبهرة جدا وهتعجبكم. انا هفضل اعجن فيها كده، تقريبا خدت معايا كده 12 13 دقيقة وكانت جاهزة معايا. هبتدي اعجنها لحد ما توصل العجينة متماسكة زي ما انتوا شايفينها كده. هايل قوي. هبتدي بقى في التلاجة، ممكن اسيبها ساعة ساعتين، ممكن ليلة كاملة لو انتوا حابين. لو مستعجلين زي ممكن تحطوها نص ساعة في الفريزر ترتاح ونخرجها. الخطوة التانية بقى من العجن. هنيجي بقى للسمسم، وده اهم حاجة جدا. معايا هنا السمسم، والسمسم لازم يكون سمسم محمص زي اللي انتوا شايفينه ده، يعني ما ينفعش سمسم ابيض خالص، مش هيديكوا نتيجة كويسة. لازم يكون سمسم متحمص بالطريقة دي. انا ببتدي انزل بالسمسم بتاعي على الرخامة، وطبعا الرخامة متعقمة وكويسة جدا نظيفة. ابتدي انزل عليها بحوالي كده ربع كوباية كده من العسل التقيل، اللي هو الشربات بتاع البسبوسة والكنافة، بس يكون تقيل. وابتدي بقى ابسهم كويس جدا مع بعض، اقلبهم كويس قوي. ونعجن بقى يعني اكننا هنعجن كده بالظبط، ونقلبهم لمدة 3 دقايق. ونبتدي بقى نحط عليهم كده يعني حوالي كده 3 معالق كبار كده من المية، ونبتدي نقلبهم كويس قوي. هايل قوي. انا كده السمسم جاهز معايا. هنبتدي بقى نعمل الخطوة التانية من العجن. انا معايا هنا حوالي 120 ملي من المية، وهنزل عليهم ب200 جرام من السكر، واربع معالق من الشربات التقيل زي ما احنا قلنا. ده سر اللون الذهبي اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو، اللي هيخلي البرازق تطلع معاكم تحفة ولونها خطير بجد. هايل قوي. هبتدي اقلب بقى المية والسكر معايا كويس قوي. وابتدي بقى، انا خرجت العجينة من التلاجة. وهنا خطوة مهمة جدا برضو من نجاح البرازق بتاعتكم. ما ينفعش اخرجها احطها في المية على طول، لا، انا بخرجها وابتدي افرفتها تاني كده لحد ما تتفرفت تماما معايا، عشان هي مجمدة. لو حطيتها في المية مش هتشرب السوائل، مش هتديني نتيجة كويسة. انا ببتدي افرفتها كويس كده. هايل قوي. وهبتدي اعجنها تاني بنفس الطريقة ونفس الخطوات لحد ما تتكون معايا. هي فيها سمنة، مجرد ما انا اعملها بايدي كده هتفك معايا تماما لحد بقى ما تتكون عجينة تانية. هايل قوي. انا كده كونت العجينة برضو. هبتدي بقى انزل عليها بالمية بسكر اللي احنا حطيناها. على فكرة كمية السكر دي مظبوطة كويس قوي، انتوا لو بتحبوها مسكرة عن كده ممكن تزودوا 250 جرام، 200، 300 جرام. بس الصراحة يعني هي بالمقادير دي كانت مظبوطة أوي، سكرها مظبوط جدا. هنبتدي بقى، هي ما بتاخدش وقت، على طول بتشرب كل السوائل اللي هي فيها دي. انا هبتدي اعجنها لحد ما توصل معايا للقوام اللي انتوا شايفينه ده. وهنا في الخطوة دي برضو لازم احطها في التلاجة شوية ترتاح معايا وتجمد عشان اعرف اشكلها. ممكن برضو نص ساعة في الفريزر وبخرجها. هايل قوي. انا هنا بعد ما ارتاحت في الفريزر شوية ببتدي بقى اخرجها، واخد جزء كده من العجينة. هبتدي بقى ارش على الكاونتر بتاعي او الرخامة بتاعتي كده شوية دقيق، وببتدي افرد جزء من العجينة بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. هايل قوي. انا بعد ما بفرد العجينة بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي هبتدي بقى اقطعها. التقطيع هنا انتوا ممكن تقيسوها كده بعقلة الصباع، او ممكن تقيسوها بمسطرة، بس انا عشان واخدة على كده فبقيسها كلها بالعين كده يعني. هايل. او بعد ما بتقطعوها كلها كده احجام متساوية، هي الحجم بتاعها بيبقى اصغر من الليمونة كده بشوية.
وابتدي بقى اكورها كده على ايدي بنفس الطريقه اللي انتوا شايفينها دي. انا بضغط ببطن ايدي كده على العجينه في النص وابتدي اكورها كده زي دايره كده. والتشكيل مفيش ابسط منه، انا بحطها واضغط عليها كده بصوابعي كده بتكون جاهزه خالص. وابتدي بقى افردها على صينيه، احطها عفوا على صينيه مفروض عليها ورق زبده، او مش محتاجه ورق زبده عشان هي فيها السمنه. هايل قوي. احنا هنعمل كل الكميه بنفس الطريقه دي. انتوا بتاخدوها العجينة مرنة جدا، مش بتحتاج معاكوا اي مجهود خالص. كل اللي انتوا بتعملوه بتكوروها زي ما انتوا شايفين كده، وبتضغطوا ضغطة محترمة كده على السمسم بتتعمل معاه. واول ما بحطها في الصينية بضغط عليها ضغطتين كده عشان اتأكد ان هي تماما كده. وكده بعد ما خلصت الكمية كلها هخبزها على درجة حرارة 160. بتقعد معايا حوالي ربع ساعة 20 دقيقة حسب الفرن بتاعكم. وبتطلع بجد ما شاء الله، بجد ريحتها كانت قلب الدنيا. بجد مش قادره اوصف لكم جمالها عامل ازاي. شايفين القرمشه وشايفين قد ايه هي هشه من جوه، بجد طعمها يجنن. ما خدتش معانا وقت وما خدتش اصلا مكونات يعني. بجد يعني هتقوموا تحضروها دلوقتي، ومن نص كيلو عملنا الكميه المحترمه دي. بجد طعمها يجنن. ممكن تاخدوها كده مع كوبايه شاي بلبن، بجد طعمها خطير. وعمل الكميه معايا ما شاء الله محترمه جدا. بجد لو انتوا استفدتوا من الفيديو يعني يا ريت تدعموني باللايك واشتراك للقناة وفعلوا الجرس وتعليق حلو من عندكم. ولو انتوا من الناس اللي بتجربوا التطبيقات بتاعتي يا ريت تصوروها وتبعتوا لي الصور، بجد بتسعدني جدا. ويا ريت تجربوها وتقولوا لي رأيكم. والف هنا وشفا مقدما لكل الناس اللي هتجربها. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.